هقول لكم النهارده ايه هي احسن تشكيله واحسن 11 لاعب تبدا بيهم الجوله 18 في الفانتازي. وزي ما قلت لكم الجوله 17 وعملت فيديو للجوله 17 وقلت لكم شو وقلت لكم توني وقلت لكم هاري كين بديهي يعني، وقلت لكم هالاند بديهيات برضو، المرون، وقلت لكم نص الملعب ساكا، وقلت لكم نص الملعب مارتينيلي، قلت لكم كل حاجه تقريبا. معظم اللي انا قلته اتنفذ واتعمل، واللعيبه كلها اللي انا قلت لها عليها وتريبيه وبوب قلت معظم ده كله جاب نقط وكله جاب كلين شيت وكله جاب بونص. المعظم يعني 90% من اللي انا قلته طلع صح، وطلع ان هو جابوا بونص وجابوا نقط. النهارده هقول لكم برده مين احسن 11 واحسن تشكيله تبدا بيهم الجوله ال 18 في الفانتازي اللي هي بكره. بس قبل ما نخش الفيديو يا شباب، لسه عامل اشتراك، انزل اعمل اشتراك حالا بقى وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا بالحراسه. الحراسه عندك اتنين اوبشن تختار ما بينهم، يا اما بوب وده اوبشن اساسي الصراحه لازم يبقى عندك، وعندك التاني اللي هو سانشيز حارس برايتون قدام ارسنال في ارض برايتون. دي ممكن تكون مثلا 50-50، في ناس شايفاها ريسك سيكا قدام ارسنال متصدر، عايزين ارسنال عايزه تفوز، ارسنال عايزه تجيب قدام سانشيز دفاع برايتون اللي هو مش قوي، كل ماتش لازم بيلبسوا جون على الاقل، الدنيا معاهم مش مظبوطه بالنسبه للدفاع. والناحيه الثانيه برضه ارسنال جامده بغباء وعايزه تفوز ولازم تفوز وعايزه تفضل محافظه على الصداره، وداخلين في كريسماس وداخلين في اعياد ميلاد وليله. بس دي الناس ممكن تشوفها 50-50 ريسكي، بس ما فيهاش حاجه. سانشيز لو طلع كلين شيت الدنيا تختلف معاك خالص في التشكيله، هيبقى فارق عن اي حد معاك في اي مجموعه او في اي جروب او في اي دوري، الدنيا بتختلف. لانه سانشيز فعلا لو طلع كلين شيت مش هتلاقي ناس كتير عندها سانشيز اللي هو حارس برايتون قدام ارسنال في ارض كمان برايتون، في ارضهم رخمين. بس إيه تختار ما بين بوب يا اما سانشيز؟ بس انا هختار بوب. لازم يبقى عندك بوب احسن دفاع واحسن فرقه او اقل فرقه دخل فيها جوان والدنيا زي الفل، فلازم يبقى عندك بوب في الحراسه. كده خلصنا من الحراسه اللي هو قلنا هنختار بوب في الحراسه. في قلب الدفاع ونص الملعب والهجوم زي ما اتفقنا يا شباب، هتبقى التشكيله على طول 3-4-3 والله اعلم، بس الاغلبيه تبقى 3-4-3. عندك 3 في قلوب الدفاع منهم واحد اساسي زي ما قلنا تريبيه مع بوب. لازم في كل مركز كده في واحد اساسا نقول لكم عليه من بنعدي على المراكز. المركز ان هنا الاساسي هو تريبيه، لازم يبقى عندك تريبيه. الجوله اللي فاتت 12 بونت كلين شيت واسيست وبونص، فالدنيا ماشيه معاه وسالكه زي الفل ما شاء الله الحمد لله يعني. فلازم يبقى عندك تريبيه في قلوب الدفاع. التاني هيبقى كانسيلو. ما تاخدش بالك ان الاقرع عادي غير وبدا بقى في الخزوقه بدري، لسه احنا في الجوله 17 وال16 وما شاء الله وال18، وهو بادئ بدري يعني جامد في الخزوقه. بس كانت الخزوقه دي بتبقى في اخر الجولات، بس هو بادئ بدري الموسم ده الخزوقه بدري من الجوله 16 و17 واحنا في الجوله 18 خزوقه تلاقي كانسيلو احتياطي، والماتش الجاي هتلاقي فودن ومثلا ودي بروين قاعد بره وتلاقي كانسيلو هو الاساسي. فانت الاقرع لسه برده يعني الخزوقه بداها بدري، وخدوا يا شباب شويه خوازيق زي الفل. فانت عندك كده كانسيلو، حط برده كانسيلو في التشكيله. كانسيلو الماتش الجاي اساسي، انا هو انت اهو كانسيلو الماتش الجاي اساسي. فانت عندك اتنين كده تريبيه وعندك كانسيلو في قلوب الدفاع. عندك التالت بقى في قلب الدفاع في 2 اوبشن لازم تختار ما بينهم، يا اما في واحد منهم ريسك يا اما ريم اللي هو مدافع فولهام قدام ساوثهامبتون في ارض فولهام، يعني ريسكايه بنسبه 70% ريسكايه. لازم يبقى عندك حد ريسك، لازم يا شباب في ريسك، لازم في ريسك عشان لو الدنيا ظبطت معاك تختلف عن اي حد معاك في الجروب او في الدوري، بس لازم يبقى في حد ريسك. ريم مدافع فولهام هو النهارده اللي معانا ريسك في الدفاع. والتاني روبرتسون بيقدم مستويات خرافيه الصراحه وعامل شغل غير طبيعي. وليفربول بدات دفاعيا بدات الدنيا تبقى احسن شويه سيكا يعني مش قوي، بس بدات الدنيا تبقى احسن شويه. ولو كمان لو رجع كوناتي الدنيا تختلف اختلاف بنسبه 180%. بس هنا هنقول مثلا هنختار روبرتسون مكان ريم، ويبقى الثلاثه بتوع قلوب الدفاع هنقول كانسيلو وهنقول تريبيه وهنقول روبرتسون. الاربعه بقى بتوع وسط الملعب، الاربعه منهم واحد اساسي زي ما اتفقنا، في كل مركز في واحد اساسي، والاساسي معانا اللي هو الميرون. لازم الميرون تريبيه بوب الثلاثه لازم يبقوا عندك اساسيين. ان الصراحه الثلاثه يا اما الميرون بيبقى يجيب يا اما تريبيه على الاقل بيطلع كلين شيت لو ما عملش اسيستات يعني وخد بونص، وبيبقى برده بيطلع كلين شيت. تريبيه هيطلع كلين شيت في بديهيات، بوب هيطلع كلين شيت. فانت عندك الميرون في نص الملعب لازم يبقى عندك اساسي، ما ينفعش تلعب لعب من غير الميرون. لازم الميرون عندك احسن لاعب في العالم بدون مناقشه هو الميرون، فعندك الميرون في نص الملعب واحد اساسي. والثلاثه الباقيين يا شباب هتختار راشفورد يا اما ماونت، ادي اول اوبشن لازم تختار ما بينهم، يا اما صلاح يا اما دي بروين ادي تاني اوبشن لازم تختار ما بينهم، يا اما ساكا يا اما مارتينيلي
ادي 6 لعيبه تختار ما منهم 3 بس، 6 لعيبه تختار ما منهم 3 بس، وال6 لعيبه الجوله اللي فاتت عملوا وشكلهم جايين بغباء، شكلهم جايين بغباء، وشكلهم هيعملوا شغل عالي قوي قوي قوي. بس انا هقول لك مين اللي هختار ال3 الباقيين من ال6 اللي انا قلتهم. هختار لك 3 تبدا معاهم الميرون. يبقى نص الملعب هقول لك يا شباب الميرون وساكا، هختار ساكا عن مارتينيلي. وهقول لك كمان دي بروين، هختار دي بروين عن صلاح. واقول لك راشفورد، هختار راشفورد عن ماونت. يبقى الاربعه بتوع نص الملعب الميرون وساكا وراشفورد ودي بروين. دي بروين اللي شافه الماتش اللي فات قدام ليدز، دي بروين عمل ماتش خرافي، حرفيا كلمه خرافي دي قليله، وصلاح برضه بيعمل مستويات خرافيه، بس هختار دي بروين. يبقى الاربعه بتوع نص الملعب اخيرا واخر مره الميرون وساكا وراشفورد ودي بروين. ال3 بتوع الهجوم بقى لازم يبقى في حد برضو، قلت لك بديهيات لازم يبقى عندك، ما ينفعش تلعب اللعب من غيره، واللي هو هالاند. هالاندو لازم يبقى عندك. هالاندو يعني يا جدعان ماشي قطر، ما شاء الله، مش قطر مش قطر. بيقول لك اول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي كله سجل 20 هدف في اول 20 مباراه، لانه لعب 14 مباراه بس باين، واحصائيات كده غريبه واحصائيات مش طبيعيه الصراحه دوري انجليزي. فهالاندو باين عليه هياكل الناس، والماتش الجاي كمان في ارضهم الدنيا مختلفه اختلاف كل الصراحه. فردهم يعني عندهم الماتش الجاي ارضهم وايفرتون، فيعني ايفرتون الضعيف الضعيف الضعيف. فانت لازم يبقى عندك هالاندو مع الميرون وتريبيه وبوب، لازم الناس دي اساسيه، فهالاندو لازم يبقى اساسي. والاثنين الباقيين في قلب الهجوم، عندك في قلب الهجوم يا اما تختار كين، يا اما توني، يا اما متروفيتش، يا اما نونيز. في 4 وهيبقى كده كل جوله في 4 او 6، او هيبقى في كذا اوبشن وتختار منهم بس 2 أو 3. بس النهارده في 4 في قلوب الهجوم غير هالاند تختار ما بينهم، لازم تختار ما بينهم 2، 4 اوبشن تختار منهم 2 بس، يا اما كين يا اما متروفيتش يا اما توني يا اما نونيز. نونيز يا جدعان جاي والله العظيم، نونيز بيعمل شغل عالي قوي، مع انه عبيط بس يعني في الفينش عبيط ومستعجل، بس هو يعني جاي بغباء، جاي بغباء والله العظيم. ومركزه باين عليه مهدد اصلا، لان انت لسه الرجاله كلها راجعه ودياز راجع، وهم اشتروا كمان جاكبو، فمركزه مهدد يعني لو فضل كده هيقعد عادي. انت عندك 4 تختار ما بينهم. انا هقول لك ال3 بتوع خط الهجوم زي ما قلنا هالاند اساسي، وهقول لك هاري كين، وهقول لك متروفيتش. ولو انت سمعت كلامي في الجوله 17 وشفت وشفت الرجاله اللي عملت دي، وشفت راشفورد وشفت الرجاله دي كلها، لازم تسمع برضو كلامي في الجوله 18. وبس شباب كنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده لاختيارات احسن 11 واحسن تشكيله للجوله 18 اللي هتبدا بكره. وبس شباب كنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش لو عملت اشتراك انزل حالا بقى اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.